السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. بصوا الكيكة القمر دي حاجة كده فاخر من الاخر، هاشة وجميلة وزي العسل. بصوا مرتفعة ازاي يا بنات، تنفع تورتاية والله. بصوا هشة، بصوا الارتفاع بتاعها، بصوا هشة ازاي، بصوا عاملة ازاي، زي القطن كده. حاجة كده فاخر من الاخر، جميلة جدا جدا، بسم الله ما شاء الله عليها. يلا اقول لكم عملناها ازاي والمقادير بتاعتها قد ايه. بس قبل ما نبتدي هنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم. أول حاجة جبت بولة معايا كده ما فيهاش ولا نقطة مية، وحطيت فيها 4 حبايات من البيض. البيض ده رفيع يا بنات، بيض بلدي، تستبدليهم ب3 حبايات من البيض اللي هو الأبيض أو الأحمر. بعد كده هنضربهم كده بالمضرب أو تحطيهم في الخلاط عادي جدا، مفيش أي مشاكل. هنضيف عليهم كده جرام من الملح، اللي هي ذرة ملح زي ما انتوا شايفين. بعد كده هننزل بالسكر، ده 300 جرام من السكر يا بنات. عايزة تزودي ماشي، عايزة تقللي ماشي، ده السكر ده حسب الرغبة، حسب ما انت بتحبي السكر بتاع الكيكة ايه. بس انا عملتها مسكرة كده شوية عشان عندي اطفال بيحبوا الحاجة مسكرة. وضربنا كده السكر والبيض والملح زي ما انتوا كده شايفين لحد ما عملت فوم كده، او عملت الشكل الابيض كده زي ما انتوا كده شايفين. وهنا كده معايا 3/4 كوباية من الزيت زي ما انتوا كده شايفين. هنزل بيها حبة حبة. الزيت ده مقداره قد ايه في الوزن؟ دي 393 جرام، 393 جرام من الزيت، اللي هي كوب الا ربع من الزيت يا بنات. هنزل بيها كده حبة حبة كده واقلب، هنزل حبة حبة واقلب كده عشان تخلي الكيكة معاكي هشة وجميلة كده وقطنية زي ما انت كده شايفيها، وترتفع وتبقى زي القمر اللي زي اللي انت كده شفتيها. بسم الله ما شاء الله عليها. افضل اضرب كده لحد ما اخلص كمية الزيت كلها. بعد كده هننزل باللبن يا بنات. معاي لبن كوباية من اللبن، كوباية اللي هي الكوباية الكبيرة دي كده، اللي هي 400 جرام. 400 جرام من اللبن يا بنات، كوب لبن 400 جرام. بعد كده هنزل، بعد ما نزلنا باللبن والسكر والزيت، هننزل بالكاكاو الخام. ده كاكاو خام اسباني يا بنات، اللي هو الكاكاو المر، مش المحلاه، مش المحلى. هننزل كده بنص كوب من الكاكاو الخام. هنفضل نقلب فيها كده لحد ما يختفي خالص. هقول لكم المقادير بتاعت الكاكاو كام في الوزن. دي معاي نص كوبايه من النشا، نص كوب من النشا، نص كوب من النشا اللي هو 100 جرام، 100 جرام من النشا. بعد ما نزلنا بالنشا الكاكاو، والكاكاو يا بنات 60 جرام، النشا 100 جرام، انا قلت لكم برضو 100 جرام. ما هننزل بقى بالدقيق يا بنات زي ما انتوا كده شايفين. الدقيق ده كوبايتين من الدقيق يا بنات، اللي هم 200 جرام. يعني بمعيار الكوبايه، كوبايتين من الكوبايات اللي هي الشوب العادي، كوبايتين. الوزن 200 جرام. وهننزل ب3 اكياس من الفانيليا اللي انتوا شايفينه ده، اللي احنا بنشتريه من السوبر ماركت. كله ده كله هنضرب كده مع بعض زي ما انتوا كده شايفين. ومش هننسى البيكنج باودر او كيس من اللي هو كيك شيف. بس بصراحة جميل جدا جدا، ما شاء الله. هننزل كده بالفانيليا، وبعد كده هننزل بالكيس من الكيك شيف. جميل جدا جدا يا بنات، في الكيكات بيخليها كده هشة وقطنية برضو التاني، او بيكنج باودر. بس انا نزلت باللي هو الكيك شيف زي ما انتوا كده شايفين. طبعا انا مسخنه في الوقت ده كله وانا بعمل في الكيكه، مشغله الفرن عشان تسخن، فتحط فيها الكيكه ترتفع على طول. ودي معلقه من الخل اللي هي 5 جرام، 5 جرام خل. انا قايله لكم المقادير كلها بالمعيار وبالميزان، اللي هي معلقه 5 جرام من الخل. بسم الله ما شاء الله. وبصوا زي ما انتوا كده شايفين القوام بتاعها اهو، زي ما انتوا شايفين. هنعملها كده بالاسباتوله كده عشان لو في دقيق او كاكاو او اي حاجه متراكمه
في البولة من تحت، تبقى نضربها في الخليط كله. طبعا احنا مجهزين الصينية بتاعتنا، دهنينها بالسمنة او الزبدة او الزيت، وهنبطنينها بالدقيق زي ما انتوا كده شايفينها اهي. بعد كده هننزل بالخليط كله يا بنات فيها اهو. شايفين ما شاء الله، شايفين ادي القوام بتاعها اهو. بسم الله ما شاء الله، حاجه زي العسل كده، حاجه كده زي القمر زي ما انتوا كنتوا شفتها في اول الفيديو، هشه ومرتفعه وزي العسل كده. زي ما قلت لكم احنا طبعا مشغلين الفرن مسبقا، يعني احنا قاعدين شغالين فيها، الفرن شغال. هنروح نحطها بقى في الفرن. خدت وقت قد ايه يا بنات؟ خدت بالظبط نص ساعه، نص ساعه بالظبط خدته في الفرن، وطفت عنها. بعد ما طفت عنها استنت قيمه 5 دقايق كده وهي جوه الفرن، عشان لما اطلعها ما تهبطش مننا. زي ما انتوا كده شايفين اختبرناها بالسكينه او خله، طلعت نظيفه زي ما انتوا كده شايفين ما شاء الله. مفيش اي عجين جواها زي ما انتوا كنتوا شايفين. قلبناها كده، وهنزينها كده بحبه شوكولاته كده، صوص شوكولاته ابيض، صوص شوكولاته اسود، او والصوص الشوكولاته العادي ده كده، او اي صوص شوكولاته، او اي تزيين، او جوز الهند، او فرماسين، زي ما تحب. بس الاولاد قاعدين مستنيين الكيكه. شايفين ما شاء الله اهو كده، تديك الشكل الجميل كده. بسم الله ما شاء الله. ممكن تزينها تعملها تورتايه لو عندك عيد ميلاد، لانها مرتفعه جدا والله، مرتفعه. بص يا بنات شايفين بسم الله ما شاء الله. مستحق عليها لايك واشتراك في القناه وكومنت كده حلو، وتقولوا له رايكم ايه فيها. بص يا بنات، بصوا الارتفاع بتاعها، بصوا شايفين الارتفاع بتاعها قد ايه. حاجه كده فاخر من الاخر والله، زي العسل كده، قمر قمر كده. يلا ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناه وكومنت كده حلو، وتقولوا لي رايكم ايه، والسلام عليكم.